حبايبي بصوا انا جبت المزور اهو، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا جماعه المشد بتاع اماندا. طبعا يعني ما فيش حد بيصور الكلام دوت، بس انتوا عارفين ان انا فيا من البجاحه كتير بس يعني يا جماعه لازم تبقوا شايفينه. اول حاجه الخامه بتاعته تحفه 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 تحفه، والا ما كنتش اتكلمت عشان تبقوا عارفين. اسمعوا، تعالوا اسمعوا. استني خليك انت بس بعيده يا ريق، هي نفس الكمامه على فكره. اسمعوا، سامعين صوت القماشه في نفس الوقت؟ بصوا يعني بتتنفس تمام، يعني حاجه تخلينا اننا فعلا نسخن ونعمل بيها كده. يعني المهم ده اللي هو المشد الكامل. خلاص، عارفين احلى حاجه فيه عجبتني ايه؟ اكتر حاجه عجبتني فيه يا جماعه ان هم بيبيعوه بالوزن. بيقولك انت وزنك كام، بياخد منك مقاسات الوسط ومقاس البطن ومقاس دوران الفخذ من اعلى من اتخن حته، ودوران الفخذ من اصغر حته، وبياخد طولك. فبصوا انا اول مره بامانه اشوف مشد الرجل بتاعته طويله. احنا احيانا بشوف المذيعات بيبقوا واقفين ولابسين البنطلون وتلاقي هنا حز، صح؟ انهم مايلين ايه؟ لابسه شورت من تحت. لا، ده ما بشوفش الحز لان هو اصلا الحز بتاعه تحت الركبه. الله اكبر، الله العظيم، استنى الاذان وارجع. انا اصلا نسيت انا كنت بقول ايه دلوقتي. المهم يعني انا عندي يعني اي مشد في الدنيا لما بنيجي نلبسه اكيد طبعا بيبقى صعب اثناء اللبس. طبعا يا جماعه انا هقيس دلوقتي لمجرد بس مثال اننا هنبقى بناخد المقاسات نشوف قبل وبعد، ولاحظوا ان انا لابسه جلابيه شتوي تقيله. فطبعا بالنسبه للناس بقى اللي هيبقوا بيلبسوا سواريهات، اللي هيبقوا بيلبسوا تيشيرتات وبنطلونات وحاجات تانيه، اكيد ان هيفرق معاهم في الموضوع دوت. فاحنا عايزين نشوف الفرق، عايزين بس نتاكد من موضوع المقاس قبل وبعد. يعني برضو نفس الجلابيه اللي هي الشتوي اللي هقيس بيها قبل هي اللي هقيس بيها بعد، علشان خاطر ما بقاش لابسه حاجه شتوي في الاول وقماشه تقيله واجي بعد كده البس حاجه خفيفه. فاحنا هنلبس كله وهنقيس كله قبل وبعد، فان شاء الله ان هو يفرق معانا وفعلا يبقى فيه كده ايه تحفيز يعني. بصوا بقى يا جماعه، هاتي مزوره من عند اي مكتبه فيها خردوات، من عند تعالي مزوز بعيد شويه كده لو سمحتي لو سمحتي، من عند ادوات الخياطه. هاتي يا ستي رباط وقيسي بيه، وبعد كده قيسي على المسطره. تمام، يعني سهله. فانا بصوا انا هاخد المقاسات زي ما بعتها لهم بالظبط وعلى نفس الجلابيه، وهلبس نفس الجلابيه تاني. ماشي؟ فايه احنا هنسجل دلوقتي، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا على محيط يعني الوسط بالظبط، وهعمل حساب طبعا ان في جلابيه اهو، انا ولا هشد ولا هرخي. الرقم المقابل على طول مباشره كام اهو يا جماعه؟ 93. اكتبي يا مزوز الوسط 93. تمام، وهنشوف برضو محيط الهانش زي ما قال. اكتبي يا مزوز، اكتبي الدوران 126. هاخد دوران الفخذ وارجع لكم. 70. ما تتخضوش يا جماعه، ما تتخضوش. انا طول عمري اصلا المنطقه ديت يعني مهما اعمل يعني. طبعا انا هبقى اكتر استخدامي له هشغل طبعا السير، يا اما ان انا ابقى شغاله بقى في البيت، يا اما انزل اعمل رياضه، يا اما امشي. يعني انا مخصصه بقى لنفسي انا كمروه، مخصصه ما البسه يديني نتيجه وقتيه اللي هي يقلل من محيط الجسم شويه، بحيث ان مثلا لو في فستان في باين بروز والسيلوليت بتاع الجسم باين فيه، فستان فرح وراحه مناسبه، حاجه ضيقت عليكي ومحتاجه ان انت تلبسيها، حاجه عايزه يبقى شكلك حلو فيها. فاحنا هنقيسه ونشوف برضو يعني النتيجه هتبقى ايه بعد ما البسه يعني. فانتوا احفظوا شكلي يا جماعه وانا كده اهو، وبعد كده ايه نشوفه كمان مره.
شكرا يا مزوز. وعايزه اقول لكم على حاجه بقى، اجمل حاجه حصلت بجد. شكرا اماندا، الف الف شكر، لان القطعه ديت بالنسبه لي انا مهمه جدا، اللي هي البادي اللي هو النص. البنات اللي بيعملوا رياضه، انا واحده من الناس لما بعمل رياضه على السير بسرع لدرجه ان انا بجري. عارفين كل ما كان الجسم بتاعنا كده ممشوق ومشدود، مفيش حاجه بتترجرج فينا، بنحس بالنشاط خلاص. فاللي بيحسوا ان مثلا يعني سواء راجل او ست، في رجاله بيبقى احيانا عندهم ايه حاجه تسدي، اسمها التسدي، بيبقى مثلا حجم صدرهم كبير. طبعا انا اسفه يا جماعه في الكلام دوت، بس علشان انتوا تبقوا فاهمين قصدي. بيبقوا اثناء الرياضه لما جسمهم بيهتز بيحسوا بخمول. في ناس بتبقى صدرها تقيل بيضايقهم، ما بيقدروش يكملوا الرياضه بتاعتهم، ودوت الكلام ده انا اتكلمت معاكم فيه سنين اللي فاتت دي كلها. فبنبقى محتاجين نلبس حاجه تخلينا ما فيش حاجه تضايقنا. فبيبقى عندهم يا جماعه اللي هو بقى الجزء الجميل دوت. انا عايزه اقول لكم انه ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. ايه ده الحركات دي؟ حركات بقى نخس بقى مانيكان بقى يا ماما، وابقى موزه بقى. اشهدوا يا عيال. جابت الحاجات بتاعت التخسيس اهي، والحاجات اللي كانت بتقول عليها اللي بتفيد، وادي الميزان اهو، السير اهو. شهر قدامك، شهر. ايوه. تبقي في منتهى الرشاقه. ده حالا يا ابو ريم، حالا شهر بالظبط. شهر. وبعدين اصلا مين سامح لك تخسي؟ مش انا اللي كان عاوزك كده؟ لا معلش والله صحتي بتقول غير كده. خلاص ماشي، اعملي. بس سؤال، عندي سؤال فني. فضل. هو ليه كله نسائي؟ ما في رجاله عايزه تخس، ما في رجاله عايزه تبقى عايزه رشاقه، ما فيش في الشركه دي عندهم حاجه رجالي؟ قال ايه مش عاوزني؟ خدتوا بالكم من دول؟ خدتوا بالكم؟ انا الدكتور قايل انا هاتوا له يا جماعه لو سمحتوا يا اماندا، لو عندكم حاجه رجالي هاتوا له. هجيبها. اوكي اذا كان كده موافق ان انت تعملي تخسي. حاضر. كله موجود. ذبح على الايد. يلا يا جماعه بصوا، عندهم كل حاجه داخليه موجوده عندهم. يلا هلبسوا وارجع لكم ناخد المقاس مره ثانيه. بصوا يا جماعه، انا عايزه اقول لكم برضو على حاجه. الناس اللي بتبقى بتلبس مشدات واول مره هتجربوا، ما تقوليش مثلا ايه اشده مره واحده ومش عارف ايه. لا، انا اقول لك على طريقه كويسه، لان انا خبره بقى في المشدات من سنين يعني. اعمليه باسلوب الترحيل، اللي هو كانك بالظبط عارفين الشرابات الفوال اللي هي الفيليه الخفيفه خالص. شوفوا احنا بنلبسها ازاي، او الهولا هوب بتاعت الاطفال اللي هو الشرابات المكلون، بنمسكها ونفضل نشد فيها زي ما بنلبس الشراب بالظبط. فبصوا انا لبست اهو، دخلت الرجلين، ولما باجي عشان خاطر البسه واطلعه على فوق بقوم عامله ايه بقى؟ بصوا انا بتعامل كده كانه بالظبط شراب. رفعت حته ارفع الرجل الثانيه زيها، تمام؟ يعني ما تلبسيش رجل وترفعيها، هتحتاسي في الرجل الثانيه. اللي هترفعيه من هنا ترفعيه من الناحيه الثانيه برضو زيه، خلاص؟ فهيبقى سهل عليكي. يمكن اول مره يبقى صعب، بعد كده هتلاقي الدنيا الحياه عاديه وتتعودي عليه. وعايزه اقول لك على حاجه، انا ما كنتش بحب الرياضه. لما عملت اول مره رياضه واستمريت وجيت بعد كده وزنت ولقيت وزني نزل، بقيت احب الرياضه. فانت كل ما هتلاقي نتيجه من الحاجه اللي بتستخدميها، هتيجي بعد كده هتحبي الحاجه ديت، وهتبقي متحمسه اصلا ان انت يلا جه ميعادها بقى عشان البسها، تمام؟ والله العظيم يا جماعه انا ما مصدقه، انا عارفه قبل ما اخد المقاس اهو انا لبسته، تمام؟ يعني انا مستبشره خير. تعالي يا مزوز، هات لنا يا بنتي الدفتر ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا والله العظيم الحق يا ابو ريم، فرق واضح. احنا عندنا الوسط كام؟ الوسط 93. انا لسه ما بصيتش، هي قالت الوسط 93. كام؟ 90 يا جماعه. لا بجد اهو، يعني معلش يعني. طيب كده وكده يا مزوز ايه؟ ايه؟ دورة 126. 126. 121 يا جماعه نزل وقتي كده 5 سم من محيطي. طب استنوا بقى نقيس. طبعا هو واصل لحد هنا اهو، تحت الركبه حوالي
يعني 10 سم ده بالنسبه لي، ممكن واحده مثلا يبقى تحت الركبه ب 5 سم كده على حسب طول الساق بتاعتك. تمام. انا هقيس لكم برده الدوران بتاع الفخذ. غمضي عيني كريم. احنا قلنا يا مزوز كام؟ 70. 63. يعني نزل كام؟ من 70 7 سم؟ 63 كام يعني من 70؟ كام؟ 7 سم. ايه ده؟ مش معقول والله العظيم يا جماعه. انا فعلا سعيده اهو. بصوا، لا وبصوا بقى، حاسه ان انا يعني خفيفه خلاص كده. بقى اعمل رياضه، احلى حاجه فيه ان هو بيتنفس، يعني مسام، في مسام، ولا هيكون عرق تحت منه والجلد يتحرق من الاملاح اللي بتبقى في العرق ولا اي حاجه. اعمل بقى الرياضه. الناس اللي بيقعدوا فيه حلوه. طب استنوا، انا هلبس بنطلون من اللي هو الليجن الاسترتش اللي انتوا دايما بتشوفوني ونشوف، لان انا كده خلاص انا متاكده يعني اللي هو انا هعمله بقلب جامد. استنوا اهو يا جماعه، البنطلون اللي انتوا دايما بتشوفوني بيه دوت عندي من فتره، وكان بيبقى استرتش قوي. اول حاجه بصوا بقى في مسافه ازاي. حاجه تانية هوريكم برده الوسط، شوفوا طبعا انتوا شايفين اهو المشاد دوت. بصوا بقى، شايفين فعلا مبدئيا كده بيلم الجسم. دي اول حاجه. طبعا انا لبست التيشيرت ده عليه، شفتوا فعلا الرجل وسعت، وفعلا الوسط بتاع يعني انا كده محتاجه حزام للبنطلون. وغير كده ما بيخليش بقى اي نتوءات في الجسم. يعني اهو انتوا شايفين اهو انا لابسه البنطلون، الحياه عاديه جدا، مش اللي هو بقى ايه نحس ان في حاجات كده باظه يعني. تمام. وهلبس برده البنطلون الابيض ده. عايزه اقول لكم كان اصلا ضيق عليا البنطلون الابيض، كان ضيق عليا يا جماعه. برده هقيسه واوريه لكم. طب الحقوا بقى بجد يعني. بصوا قد ايه، شايفين؟ هو المفروض انه ستريتش وضيق، فايه ده؟ لا حاجه حلوه جدا جدا. وفعلا انا سعيده وانا يعني بتكلم على حاجه زي كده. انا سعيده جدا جدا بالمنتج ده. بصوا هجيب لكم كل البيانات بتاعته، هجيب لكم كل طرق التواصل بتاعتهم. تصدقوا ان انا دلوقتي نفسي اتفتحت ادخل البس فستان سواريه. عايزه اقيس الفستان الكحلي بتاعي، كان ضيق برضو قوي. بصوا جميل كده برضو اللي يعني في الحركه. لا وانا مش مصدقه ان في بنطلون واسع عليا اصلا يا جدعان. شوفوا لا كده بجد عظمه. بصوا يا جماعه، كمان الجامب سوت اللي انا كنت جايباه وقت العيد ميلاد بتاع ريم، طبعا انتوا كلكم فاكرينه. شوفوا هو ما كانش مقاسي على فكره اهو. شايفين شكله عامل ازاي؟ ولا في بروزات ولا في اي حاجه. وكمان الرجل بتاعته بقت واسعه كده عليا. فبصوا انا كده شكلي هلبسه في. عايزه بقى رايكم. مش عارفه هو هفت عليه البطاطس قيس فجاه يعني، فقرر ياكل بطاطس بالزيت المقلي. انتوا عيانينه تاكل بزيت؟ انا اللي هاكل. انا عامل كميه بسيطه. بسم الله ما شاء الله، كميه بسيطه جدا يا ابو ريم. ده تكفي الكوكب كله. ارخص من الشيبسي. طب ايه رايك؟ اهم حاجه لا خسيتي ما شاء الله. والله باين ده ما كانش مقاسي. ايوه. ايه ده؟ انت استوليت على فستان ريم ولا ايه؟ مش ده اللي كان بيجي مش على مقاسك؟ ده بتاع ريم. انا عاوز منتج زي ده. اماندا شوفي شغلك مع ابو ريم. عندهم رجالي. عنده بدله عايز يلبسها، بدله فرح وعايز يلبس البدله. عندي البدله مش عارف البسها، عايز منتج رجالي من ده. لا بس والله العظيم بصوا يا جماعه بقى يعني الحاجه واسعه وجميله ازاي. لا ده مفيش احلى من الرشاقه بصراحه يعني بجد. ده يشجعك بقى يعني. ده انت اصلا احساس الرشاقه ده يحسسك انت على طول على السير على طول. ايوه. اهم حاجه يا جماعه انا كمروه كلي اللي انت عايزاه من اكل البيت، بس هنقلل شويه في الاكل، هنشرب ميه كتير طول اليوم.
هنتحرك بقى في البيت. يعني انا دلوقتي عايزه اروح انط من الشباك عادي جدا، يعني عادي جدا. فابو ريم ايوه نط من الشباك، بس البطاطس بتاعتي دي ملهاش دعوه بيكي، يعني انت بدات رجيم من قبل ما تشوفي البطاطس. لا معلش، انا كنت بعمل رجيم وباكل كل حاجه، بس بقلل الكميه. احنا خسرانين. لا حول ولا قوه الا يا بالله. جماعه انا عملت حركه يا رب بس تكونوا شايفينها عشان اللون الاسود اللي انا لابساه ده. بصوا انا رفعت الحرف بتاع المشد خليته فوق الركبه، فبصوا بيبقى شكله باين ازاي، شايفين؟ انما الرجل التانيه مفيش الحز اللي بيبقى بيضايق في اللبس. يعني انتوا كده فاهمين قصدي صح؟ فدوت برضو من ضمن الحاجات الجميله اللي فيه ان الرجل بتاعته طويله. على فكره في رجل مشد بتبقى هو من فوق ضيق، لكن الرجل من تحت الدوران بتاعها في دوران واسع لحجم المشد اللي فوق. يعني افهمها، طب هفهمها لكم بطريقه تانية. يعني مثلا انتي واخده مشد مقاسه اكس لارج، ودوران الفتحه بتاعت الرجل عند الركبه مقاسها مثلا 30 وهو اكس لارج. ممكن يبقى فيه اكس لارج والفتحه بتاعت الركبه دورانها 35. فهمتوا ازاي؟ يعني هو بيديكم اوبشن، يعني المشدات ديت بيبقى فيها اوبشن على حسب جسمك، على حسب تفصيله جسمك. يعني انا خدت الاثنين نفس المقاس، انا جالي اتنين عشان ايه اجرب واحد منهم. الاثنين نفس المقاس بالظبط تيبيكال، لكن كان في واحد فتحه الفخذ بتاعته كبيره، وفي واحد الفتحه بتاعت الفخذ صغيره. فانا خدت الفتحه صغيره علشان تلم، لان اللي كانت الواسعه يعني ما لمتش قوي، فانا خدت اللي يتناسب معايا. تمام. دايما يا جماعه لما بنجيب مشد كرسي يعني ونلبسه، بيبقى هدفنا او امنيه حياتنا ان ايه، مثلا ينزل سنتي 2 سنتي، او حتى لو ما نزلش في المقاس بس على الاقل بيخلي الجسم ناعم، ما فيهوش نتوءات، ما فيهوش الكلام ده، علشان اللبس او الفستان الفرح اللي احنا نبقى لابسينه ورايحين نحضر بيه مثلا مناسبه، ولا مثلا بنطلون. لكن ان هو ينزل لي من الوسط، ينزل لي 3 سنتي، ينزل لي من محيط اسفل الوسط، يعني ينزل لي 7 سنتي مره واحده. طبعا يعني دي بالنسبه لي حاجه حلوه جدا. وفي حاجه كمان، هو ممكن يكون برضو اختلاف الاجسام. يعني ممكن واحده عندها الفخذ متراهل فالجلد طري قوي فيتلم ويبان النتيجه، برضو عشان ابقى بتكلم معاكم بمصداقيه. ممكن واحده يبقى جسمها قوي، الجلد قوي، فالمشد مثلا يلم معاها 2 سنتي بس، 3 سنتي بس. فطبعا معروف كل ما كان الجسم يعني اللحم طري كده، كل ما كان المشدات اي نوع في الدنيا بتلم قوي او بتعمل تأثير قوي. فدي النتيجة معايا انا، رغم ان انا ما عنديش يعني الحمد لله رب العالمين جسمي مش مترهل، بس فعلا النتيجه دي بالنسبه لي حلوه جدا جدا جدا. ربنا يبارك لكم يا رب. انا فعلا سعيده ان انا اتكلم عن منتج بالشكل دوت. وفعلا فعلا لازم اي واحده بتفكر ان هي تعمل رياضه، او ان هي تنزل من وزنها، او ان هي عايزه حاجه وقتيه كده، بجد لازم يكون عندك القطعه ديت في دولابك. عندهم المشدات نظام، عندهم اللي هو بيبقى الشورت، الجزء اللي تحت. من تجربتي انا لما كنت اعمل رياضه، كان لازم ان انا البس الملابس الداخليه العلويه، علشان وانا بتحرك يعني اسفه، يعني اعزكم الله صدري ما يضايقنيش. احيانا يا جماعه في ناس بيبقى وزن صدرها بيعمل لها تعب في اكتافهم، بيعمل لكم تعب في اكتافكم. انتوا عارفين الناس اللي بيبقى عندهم المشكله ديت عارفين انا بتكلم عن ايه. اكتافهم بتوجعهم، ظهرهم بيوجعهم من الحركه، فبيبقوا محتاجين يلبسوا حاجه تلم الجسم من فوق، فبيضطروا يلبسوا مثلا البرا. في ناس البرا في الرياضه ما بتبقاش مريحه، الكباسين اللي ورا بقى والاطراف، وفي اللي بيبقى بحديده فبيضايق. انما الجزء البادي النص الفوقاني دوت
ولا في بقى ولا حديده ولا في كباسين ولا في حاجه تتفك وربطه والكلام ده. غير كده ان هو من فوق كده عريض فمريح، كانك بالظبط لابسه بادي في نفس الوقت لامم بقى. فبجد القطعه ديت، القطعه الفوقانيه ديت لازم تكون في دولاب كل واحده فينا. الحمد لله ان هي جات لي، انا سعيده جدا جدا بيها. وكمان الحاجات بقى اللي هي الصغيره دي طبعا بيبقى فيه منها مقاسات، دي بيبقى فيه منها مقاسات يعني في 2 اكس. فطبعا انا خدت الحاجات اللي هي ايه المناسبه. حاجه بقى كمان انا لاحظتها، هم كانوا بيقولوا لي عليها بس انا فعلا لاحظتها، ان هو بيضغط على منطقه المعده كده، وانتوا بتاكلوا هتحسوا ان انتوا مش نفس كميه الوجبه اللي بتاكلوها. لان اي حاجه بتبقى ضغط على المعده يا جماعه لما بنيجي ناكل بنلاقي اننا ما خدناش نفس كميه الاكل اللي احنا بناكلها واحنا مش ضاغطين على معدتنا. ففعلا اول حاجه هيعملها معانا ان هو قلل من محيط الجسم. الحاجه الثانيه اللي بيعملها معانا ان وقت الاكل لما بيجي بقى ميعاد الوجبه بنلاقي اننا كلنا كميه اقل، طبعا ده حلو جدا. هرجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، عند الصدر دي يعني تحسوا ان هي ايه شويه طريه، عند المنطقه من تحت الصدر لحد الاخر وهي ديت يعني بصوا هي مضلعه كده، القماشه نفسها مضلعه وقويه تمام. بصوا بقى الظهر بتاعه، بصوا بقى ده الظهر بتاعه، شوفوا عند المنطقه اللي تحت ديت طريه برضو زي الحركه اللي هي بتاعت الصدر. ليه بقى؟ علشان ما تبقاش شاده ومخليه شكل الجسم كده ايه حته واحده كده، لا دوت بيخلي شكل الجسم يعني بيديله ايه كيرفي. فاهمين ازاي؟ يعني بيخلي الصدر طالع عادي، بعدين الوسط داخل لجوه قوي، وبعدين الجناب هتلاقوها طالعه شويه. فانتوا طبعا فاهمين الهدف من ان الجزء اللي ورا دوت يبقى ايه يعني معبعبه كده، ما تبقاش مشدوده، بحيث ان يدي شكل حلو كده للجسم، المنحنيات الحلوه يعني. بصوا يا بنات انا جيت لكم هنا في ضوء اعلى، بصوا عايزه اوريكم الوسع بتاع الحاجه. طيب ممكن تكون الحاجه ديت في الاساس واسعه، بس خلينا نشوف يعني فعلا انا حاسه فرق، حتى انتوا متهيالي ملاحظين الفرق، يعني حاجه جميله جدا. غير كده يعني انا حاسه يعني بنشاط. فبرضه هلبس حاجه تاني واكيد ان انا هوريها لكم. الاهم يا جماعه بقى احنا عايزين نشوف النتيجه. انزل احنا عايزين نشوف النتيجه، ان الجسم نفسه ينزل. فهنعمل ايه؟ احفظوا التاريخ، بعد شهر طبعا انا هبدا من النهارده باذن الله. انا خلاص بالفعل كده بدات، لبست المشد بتاعي. طبعا تقليل الاكل، شرب الميه كتير. صحيح الميه كتير هتخليكي بقى عايزه كل شويه تروحي التويليت، فبس معلش انتي انا عن نفسي انا كمروه هستخدمه ساعتين حلوين قوي في اليوم بالنسبه لي، في الفتره اللي فيها حركه، او في الفتره اللي انا هطلع امشي على السير، او في الفتره اللي انا هنزل البس الكوتشي وانزل امشي في الشارع، اعمل رياضه مشي سريع في اي ممشى. تمام. بعد شهر باذن الله من الاستمرار على الموضوع ده هرجع لكم، هناخد مقاس الجسم التاني من غير بقى المشد، وهنشوف احنا فعلا في نتيجه ولا لا. وان شاء الله باذن الله انا مستبشره خير، لان انا جربت الحاجات ديت وعندي الحمد لله خبره فيها، فببقى عارفه الحاجه الكويسه من الحاجه اللي مش كويس. فانا لما بتكلم معاكم في حاجه انتوا اكيد متاكدين 100% مروه مش هتتكلم عن اي كلام او عن اي منتج او عن اي حاجه. والله العظيم فعلا انا سعيده جدا ان انا عندي القطعه ديت، وبنصحكم كلكم، كل واحده حابه ان هي تبدا في تنزيل وزن، سواء بقى هتعمل مجهود او ان هي هتبدا عايزه تعمل يعني تخس وهي برضو ايه شبه مرفهه شويه، انصحك لازم يكون ده موجود في دولابك، لازم يكون عند كل واحده عايزه تنزل من جسمها. كمان بيشد الجسم، ومش شرط كل واحده تخينه علشان تخس، لا في ناس بيبقوا رفيعين بس عندهم مثلا سيلوليت، اللي هو اللي بيقولوا عليها ايه زي قشر البرتقانه، اللي هي بتبقى التعرجات في الجسم، ممكن تبقى رفيعه بس في من ورا في ظهرها في كسرات بتخلي شكل الملابس مش حلو. فبرضو للرفيعين، للتخان، يعني لاي جسم، لان طبعا هو في مقاسات من صغنن قوي لمقاسات كبيره جدا. فانا بجد بنصح كل الستات ان هي يبقى عندها حاجه كده تخلي شكل جسمها كويس. بس كده يا بنات،
وهرجع لكم ان شاء الله، هكتب لكم كل حاجه في اول كومنت مثبت علشان تستفيدوا وان شاء الله ان شاء الله باذن الله ربنا يخسسنا بصحه وسلامه. فبجد نصيحه، اي حد موجود هنا في السعوديه سواء بقى مواطنين مقيمين، ليكم حد موجود في مصر وحابين ان انتوا يعني تحصلوا عليه، نصيحة والله العظيم من كل قلب ان انتوا فعلا اطلبوه. خلوا اي حد جاي من مصر يجيبه لكم على حسب بقى المقاس بتاعكم. انتوا بقى ادخلوا على الصفحة بتاعتهم، شوفوا المقاسات بتتاخد ازاي. انتوا شفتوني خدت مثلا مقاس الوسط، اتواصلوا معاهم مثلا، او لو انتوا ليكم حد نازل مصر، يعني انتم في اي دولة وليكم اي حد نازل مصر وحابين ان انتوا تطلبوه، ادوهم المقاسات بتاعتكم بالظبط زي ما انا خدتها كده، وهم يطلبوه لكم. هم بقى يطلبوه هم في مصر، سواء يطلبوه اونلاين من صفحتهم او ان هم يروحوا الفرع بتاعهم. برضو هكتب لكم اماكن المحلات بتاعتهم موجوده فين بالظبط، هكتب لكم عناوينهم بالظبط. فبجد يعني بس فعلا انا لو موجوده هنا وبعد النتيجه اللي انا شفتها دي، لو في حد انا عارفه ان هو جاي، لو مامتي مثلا جايه، هقوم قايله لها على طول هاتيلي واديها المقاسات بتاعتي واخليها تتواصل معاهم وتجيبهولي وهي جايه، لان فعلا قطع حلوه جدا ومميزه وانا مش ندمانه، والحمد لله ربنا وفقني فيها. اشوفكم الفيديو اللي جاي على خير باذن الله، وان شاء الله اللي جاي احلى واحلى واحلى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.